نناشد الدولة من صغيرها إلى كبيرها أن يضبطوا الشيخ شعيب الفاشق وأولاده. هنا صوت أبناء الزرانيق الأحرار في تهامة، شخصيات اجتماعية وشباب وكبار سن وأطفال خرجوا في موكب جنائزي مهيب لدفن قتلى الحسينية الذين سقطوا برصاص مراكز النفوذ. هذا من بقايا النظام، ولازم القانون يطبق على الصغير والكبير، على المسؤول أو المواطن، وإلا القبائل تدخل مجراها إذا لم يطبق القانون على أبناء الفاشق. هذا الشاب يدعى حمادة فتيني، أب ل4 أطفال قتل غدرا وقتل إلى جواره الطفل بارع الأهدل. هؤلاء أطفاله وأقاربه، أما هذا فقلب والده المكلوم، دموع وصرخات ألم وقسم على ألا يفلت القتلة من القصاص. وقسما عظما أنها لن نقدم قوافل من الشهداء ولا العدالة. القتلة الحقيقيين ما رضيش يسلمون، أكرم ما بهم يسلم، وهذا يقول أنا في الكلية الحربية متسكر، أنا ما وشتش أحتبس. الحسينية مسلسل للقتل والخطف والسجون الخاصة والاعتداء على حقوق المواطنين، ممارسات تتم وسط مرأى ومسمع الدولة. أين 25 سنة من كنت احتبس من بني شعيب الفاشق؟ أين الدولة؟ أين أيام الرئيس السابق عبد الله صالح؟ ما كان يعمل شعيب الفاشق؟ الآن عبد ربه مصر هادي حين الشاي يثبت رأسه. من كان يجرؤ على الهمس في الحسينية مملكة الفاشق الذي استلمها من المخلوع مكافأة له مقابل أن منحه الفاشق أراضي الزرانيق حجرا وبشرا، فهو الشيخ والنائب والدائرة والمديرية والأمن والضمان والقاضي والسجن والسجان. احنا ويا 35 سنة لازموا مع إصابة مع ناس يجيبهن كاتلين تسؤولهن عنده يهدد بهن العالم، لازموا لا يستحي ولا يتعيب، لازموا مجرم. كم ناس شعيب الفاشق. هذا الرجل مأمون في الحسينية، كبله الشيخ بالقيود الغليظة وتناوب عليه أولاد الفاشق بالضرب بعد أن رفض أوامر الشيخ. محمد الفاشق قال لي جيب الشيخ إبراهيم البيت، رحت مع هناك خالد شاب يدها 6 مسلح، والله أحيز زاد الظلم والطغيان. بعدين قال لي نوصي لك شيخ تبريك بالحرمة، قال لي هذه اللي صاحبها قد عبيت، قلت له هذه ما أعرفهاش، مش بهنتين أخملك، أنا الحسيني ولا أعرف واحد منهم. قال جيد أبوه. قام 6 نفر بج، كل واحد من جنب جي دوره. دارت عجلة التغيير، والبعض ممن لا يزالون متشبثين بنظام المخلوع في الحديدة لا يزالون يدورون حول ماضيه غير مدركين للمتغيرات التي تجتاح الشعوب الثائرة على أزمنة الظلم والقهر والاستبداد. عبد الحفيظ الحطامي، قناة سهيل، منطقة الحسينية، محافظة الحديدة.